عمركم سولتوا راسكم كيفاش كيتشكلوا الافكار في الدماغ ديالنا؟ كيف العاده قبل ما نبداو انا محمد اوتي مهتم باي حاجه متعلقه بالبروداكتيفيتي او نيورو ساينس. بغيت نقول لكم شكرا بزاف 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 على التفاعل ديالكم. راه التفاعل ديالكم هو اللي كيخليني انني نستمر في هذه القناه. اول حاجه خصنا نعرفوها هو ان الدماغ ديالنا عباره على واحد الشبكه كبيره من الخلايا العصبيه، اكثر من 86 مليار خليه عصبيه، ماشي 86 مليار خليه عصبيه. تخيلوا معايا الكم الهائل ديال الخلايا العصبيه. الا شفتي شي حاجه او انك سمعتي او انك فكرتي واحد التجربه قديمه، هاد الخلايا العصبيه كتبدا كتواصل مع بعضياتها عن طريق مسارات كهربائيه وكيميائيه. الافكار كيتشكلوا من خلال ربط المعلومات. مثلا زدتي شي نهار لشي بلاصه وشميتي واحد الريحه كنتي ديجا كديرها، او شي بارفان كانت كديرو الاكس ديالك، يعني الدماغ اوتوماتيكمون كيربطها مع واحد التجربه قديمه. وهادشي اللي كيخلي ان الفكره تشكل لينا في الدماغ ديالنا. الدماغ ديالنا كيبني افكار جديده بحال الكمبيوتر، كيجمع البيانات، ملاحظات، تجربه، الخيال. تبين عند العلماء انه كل ما كتفكر بطريقه ابداعيه كل ما كتوسع عندك الخلايا العصبيه. يعني مثلا تخيلتي واحد الحاجه ورسمتيها في الواقع، يعني في هذه اللحظه هذه كتوسع الخلايا العصبيه ديالك من اجزاء مختلفه في الدماغ ديالنا. الافكار ديالنا ما هي الا واحد الروابط عصبيه كتواصل مع بعضياتها اللي كتخلي ان الفكره انها تشكل في الدماغ ديالنا. وهاد الافكار هذه كتطور عن طريق السمع ديالنا، التخيل، النظر، وحتى من طريقه الابداع ديالنا لهاد الافكار هادو. كان هذا هو نهايه ديال هذا الدليل هذا. نشوفكم في ريل الجاي. تهلاو.